دلوقتي انا عايز اقول حاجه يا جماعه على الموضوع العلاج الطبيعي ده. انا كان عندي فكره سيئه جدا عنه. سمعتنا والله وحشه قوي والله للاسف. دي حقيقه، بس مش سمعه الدكتور او سمعه المركز هنا، لا، سمعه الناس اللي هي بتقول انها بتعمل علاج طبيعي وفي الاخر ما بيحصلش الكلام ده. كنت في مركز، عملت 6 جلسات، زي ما دخلت زي ما خرجت. كان عندي مشكله في كتفي، ما بعرفش حتى احركه ولا حتى اعرف البس التيشيرت بتاعي، يعني ما كنتش اعرف احرك ايدي خالص. جيت عند الدكتور هنا، بصراحه انا في فرق رهيب. انا 10 جلسات دلوقتي، انا جيت كنت ما بعرفش احرك ايدي، دلوقتي الحمد لله ايدي بقت خلاص المدى بتاعها وسع جدا، بقيت اعرف اتعامل، بقيت اعرف اعمل اي حركه عندي غير لما كنت في الاول خالص. والحمد لله في 10 سيشن انا خفيت بنسبه 90%، الحمد لله بفضل الدكتور بجد. بفضل الله. هو بس كمان مش حاجه كده، مش بس كده، احنا لسه كنا بنتكلم معاه حالا دلوقتي في ان احنا قدامنا جلستين باذن الله، ودكتور ماريو دكتور التاهيل هيدخله يتمرن تمرينه كامله في الجيم عشان نبتدي بقى نرجع تاني باك تو سبورتس. وان شاء الله بعد كده هيبقى في متابعات مره كل اسبوع. بس اهم حاجه عندنا ان الراجل ده يرجع تاني يتمرن زي ما هو كان عايز في اول مره. كان راجع اصلا كان فاقد الامل في انه يعيش حياته طبيعي. دلوقتي احنا عايزين نرجعه يتمرن تاني زي الاول. بس فده كان ريفيو بسيط كده من سيدنا الفاضل. حبيبي ربنا يخليك، ما تحرمش منك.